من المحافظات المصرية استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة لجعل يوم عيد الشرطة يوم غضب للاحتجاج على الفقر والبطالة وما تسميه المعارضة القمع والفساد. وقد استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم. وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن شرطيا قتل خلال الاحتجاجات في ميدان التحرير وسط القاهرة، كما قتل متظاهران في محافظة السويس شمال شرق العاصمة المصرية. مراسلنا إذن في القاهرة سمير عمر تابع جانبا من هذه المظاهرات. هكذا بدت القاهرة في منتصف نهار يوم الغضب كما سماه الداعون للتظاهر في ذكرى عيد الشرطة. مئات المتظاهرين يجوبون شوارع القاهرة وضواحيها في حراسة قوات الأمن التي تلقت. يا عمرو عامل ايه يا ابني؟ مش باين يا عم بقالك فترة يا راجل. لا بتفرج عليها دلوقتي اهو. يا عم زهرتي يا عم ماليش في الكلام ده. انت مين معاك؟ مينا؟ يا راجل ماشي يا عم ربنا معاك. المشاكل اللي بقالنا 30 سنة عايشين فيها وما فيش حاجة بتتحل. كما أكد أنه لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات، وسوف يتخذ الإجراء القانوني فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق. ناوي تتكلم وتقول ولا هتتعبني وتتعب نفسك؟ والله ما اعرف حضرتك بتتكلم على ايه. طب اتكلم اقول ايه طيب؟ طبعا انت تعرف عم عبد الرحمن ومين عزيز؟ بقالي حوالي اسبوع ما شفتهمش. انت هتستهبل؟ انت مش نزلت معاهم في المظاهرات؟ مظاهرات يا حضرتك انا ماليش في المواضيع دي. طب ايه رايك ان هم مشرفيننا هنا واعترفوا انك انت اللي محرضهم ومديهم فلوس؟ اعترفوا؟ اعترفوا ايه؟ والله العظيم ما حصل حاجه. واضح انك ناسي ومحتاج حد يفكرك. خدوه. اعترافات المتهمين بقضية اعتصامات التحرير تكشف النقاب عن مخطط خارجي لإثارة الفتن. موافقة مجلس الشعب على إقرار ضريبة جديدة. $5 بتوع ايه؟ وانت تبقى مين اصلا؟ ضريبة اشغال فراغ حضرتك، ولا انت مش عايش في البلد دي؟ فراغ ايه؟ فراغ الميدان. ولا انتوا مش فالحين الا في الاعتصامات وخلاص؟ تدفع ولا خليهم ياخدوك؟ ياخدوني؟ لا وعلى ايه؟ طيب احسن. خد يا سيدي اهي. وصل اهو. وصل كمان؟ اتاري الدنيا فاضيه.